نصيحه وانت بتذاكر على المكتب، نصيحه مهمه قوي قوي قوي، ان يكون عندك على المكتب بتاعك الحاجه الرئيسيه بس اللي انت بتذاكر منها. يعني ولنفترض انك بتذاكر مثلا ماده العربي، فما يكونش قدامك على المكتب غير كل حاجه تخص ماده العربي. يعني اي ماده تانية انت تحاول تشيلها من قدامك، عشان ممكن وانت بتبص بعينك كده تجي لك فكره مثلا انك مقصر في الماده الفلانيه، تيجي هناك على الكتاب بتاعها فتقول لا انا هركن العربي دلوقتي واروح للماده دي، فده غلط كبير. ودي ممكن تحصل لك كتير. فعايزك تحط قدامك بس الماده اللي انت بتذاكر منها، الكتاب بتاعها، السكتش بتاعها، كل حاجه خاصه بيها بس، وتركن كل حاجه تانية مثلا بعيد عن المكتب. تاني حاجه عايزك تشيل كل المشتتات من على المكتب، سواء موبايل، اي حاجه بتشتتك، اي حاجه انت ممكن تبص لها يجي في بالك انك عايز تعملها دلوقتي تشيلها. حاجه مهمه برضو انك يبقى معاك نوت بوك زي دي كده معاك على المكتب. اي فكره هتجيلك، اي حاجه انت عايز تعملها، لازم صدقني اول لو انت جربت، انت عارف انك ممكن سمعت الكلام ده كتير بس دي حاجه متجربه. اولا هتكتب فيها التاسكس اللي انت عايز تعملها. يعني هوريكم على سبيل المثال